لو عندكم الازازه البلاستيك دي هنعمل بيها فكره حلوه قوي. ده احلى واسهل منظم هتشوفوه، شكله تحفه وخامته بسيطه. اول حاجه نحدد الطول اللي محتاجينه ونقص الزياده بالقطر او المقص، الاتنين هينفعوا. انا في الاول استخدمت القطر وبعد كده سويتها بالمقص. ولو ما عندكمش الازازه دي اصلا ممكن تستخدموا اي علبه كده كبيره شويه زي علب الجبنه مثلا وتعملوا نفس الخطوات، هتطلع حلوه قوي. بعد كده نستخدم مسدس الشمع على حرارة هادية شوية، يعني انا ظبطته هنا على 140 عشان ما يأثرش على البلاستيك ويبوظه. ولو المسدس بتاعكم ما فيهوش تحكم في درجة الحرارة ممكن لما يسخن نشيل الفيشة ونشتغل شوية، ولما يبرد معانا نحطه في الفيشة تاني. المهم انا غطيتها بالقماش كده وثبت الاطراف كويس، وقبل ما اقفل الناحية التانية دي بتنيها لجوه الاول وبعدين نلزقها كده وندخل بقى كل القماش ده لجوه. وطبعا محتاجين نثبت القماش كده من جوه بالشمع، فبنشده كويس كده ونلزقه. بعد كده بنقص كرتونه على قد الازازه من جوه ونغلفها بنفس القماش. طبعا ما ننساش نقص الاطراف بالشكل ده عشان القماش ما يكلكعش ويبقى الفينش كويس. نحط شمع كده بقى ونلزق كل زيادات لجوه. وعشان اقص الكرتونه دي انا ما بحبش احط الازازه على الكرتون واخد مقاسها، لان الرسمه دايما بتطلع معوجه كده وشكلها مش حلو، فانا بشوف المقاس بالمسطره كام بالتقريب وبرسم الدايره بالبرجل بتطلع اظبط. قصيت كرتونه زيها كده وغلفتها ولزقتها هنا كده. بعدين استخدمت حبل خيش ولفيته حوالين الازازه كده. في الاول بس حطيت شمع عشان يثبت، وبعد كده لفيت كام لفه في النص من غير شمع. وفي اخر لفه بنحط شمع عشان اللي عملناه ده كله ما يفكش. قبل ما اخلص الخطوه دي بنثبت الايد ونكمل عليها لف الخيش. فانا عملت الايد برضو من حبل الخيش وفي النص كده لفيت عليها خيط خيش رفيع، وعادي ممكن ما تعملوش الخطوه دي بس هي كانت لذيذه يعني. بعدين ثبتها على الازازه وبحاول بقى الجزء اللي في الاول ده ان هو يكون مبطط شويه عشان ما يبقاش عالي لما اكمل لف بحبل الخيش. عملت واحده كمان طبعا ولزقتها الناحيه التانية. بعد كده كملت لف بالحبل، يعني لفيت مرتين كده تقريبا. طبعا ما تنسوش ان البدايات والنهايات كلها تبقى من مكان واحد عشان تبقى الوصلات دي متجمعه في مكان واحد. بعد كده كملت التزيين بحاجات بسيطه كده، ممكن تشتروا الجلد ده او تقصوه من اي شنطه قديمه. كان عندي الكور الخشبيه دي فلزقت 4 من تحت كده وبس كده. سهل جدا وعلى فكره ما خدش معايا اي وقت. ممكن بقى تستخدموه في تنظيم اي حاجه انتوا عاوزينها. شكله شيك جدا وكانه جاهز. في ناس بتدفع مبالغ في المنظمات دي. طبعا مستنيه رايكم.